عمركم شفتوا قلم كحل بالحجم ده؟ هنسيكي التروما اللي انتي اخدتيها من اقلام الكحل اللي استخدمتيها قبل كده، اللي بتهبب واللي بتوجع عينك واللي لونها مش فاحم. هترسمي بيه جوه عينك وبره عينك كايلاينر، ومش هيسبب لك اي حساسيه. سواد الفاحم والدقة في الرسم، لو عايزة ترسمي خط رفيع. متخيلة ان انا عملت السن ده بقلم كحل مش بايلاينر فيلتب، واهو عشان تعملي بيه البوز مش هتلاقي احسن من القلم ده يخش في المنطقة الصغيرة دي. ولو عايزة ترسمي جوه العين مش هتلاقي احسن من كده، وكمان تحفة في التايت لاين. وما شاء الله مش عايزه احسد نفسي، بس انا مش متخيله ان انا عيني ما دمعتش. لو انتي عرايسك بيدمعوا وعندهم حساسيه من الكحل وعايزه تكحلي لهم عينيهم، القلم ده خطير. وفعلا زي اسمه سليم سموث وكمان واتر بروف. ما تتردديش بقى ان انتي تجيبيه. لو انتي بتحبي الكحل بس بتخافي من الحساسيه او ان هو يهبب، جربيه وبيقعد معاكي كتير جدا.